فرحان بزاف. فرحان تسنيت بزاف باش نكون هنا. شكرا اشرف، شكرا حكيمي، انت الان معايا. واخيرا حكيمي يدعم الاخ عبد الاله مول الحوت اللي تعرف بانه كيبيع الحوت ب5 دراهم، اللي هو السرديل، تيبيع السرديل ب5 دراهم. هادشي اللي غنشوفوا واش حكيمي فعلا عطاه شي حاجه ولا لا، من بعد ما غنقرا عليكم هاد الصحيفه شنو قالت ديال مراكش الان. قبل ما نعطيكم هذا الخبر هذا واللي هو الخبر موثوق، حاولوا على انكم تشتركوا فضلا وليس امرا باش نزيدوا بالقناه لقدام، وان شاء الله ما يكون غير الجديد في المجال الرياضي وكل ما يتعلق بالرياضه. والسلام عليكم ورحمه الله، ولا تنسوا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيره تداول صوره تظهر تدوينه منسوبه لنجم المنتخب المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، يعلن فيها تضامنه مع عبد الإله المعروف بمول الحوت، أحد أشهر بائعي السمك في مدينة مراكش. وأثارت هذه الصورة جدلا واسعا بين رواد الانترنت، حيث عبر البعض عن إعجابهم بتضامن اللاعب المغربي مع هذه الشخصية الشعبية، فيما شكك آخرون في صحة التدوينة المتداولة. وانتشرت الصورة على نطاق واسع، وأخذت على أنها لقطة من ستوري نشرها حكيمي عبر حسابه الرسمي على انستغرام. وجاء في التدوين المزعوم رسالة دعم لعبد الإله الذي أعلن مؤخرا اعتزاله مهنة بيع السمك وإغلاق محله بعد سنوات من العمل، وهو القرار الذي أثار تعاطفا كبيرا من قبل متابعيه ومحبيه. وبمجرد تداول هذه الصورة تلقفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، معتبرين أنها تعبير عن تضامن حكيمي مع مول الحوت، خاصة أن النجم المغربي سبق أن عبر في مناسبات سابقة عن دعمه لقضايا اجتماعية وإنسانية داخل المغرب وخارجه. غير أنه وبعد إجراء بحث دقيق تبين أن الصورة المتداولة مفبركة، وأن حكيمي لم ينشر أي منشور أو ستوري يتعلق بهذه القضية على حساباته الرسمية، كما لم يصدر عنه أو عن وكيله أي تصريح يؤكد صحة هذه التدوينة. وأكدت مصادر مطلعة أن الصورة المتداولة قد تكون ناتجة عن تعديل رقمي أجري على إحدى قصص حكيمي السابقة في محاولة لربط اسمه بهذه القضية، وهو أمر أصبح شائع في العصر الرقمي، حيث يتم التلاعب بالمحتوى الرقمي ونشر أخبار زائفة دون التحقق من مصدرها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن إعلان عبد الإله اعتزاله وإغلاق محله وهو القرار الذي لم يكشف عن أسبابه بالتفصيل، أثار موجة من ردود الفعل المتضامنة من طرف متابعيه الذين عبروا عن حزنهم لهذا القرار، معتبرين أنه شخصية مميزة تركت بصمة في المجال التجاري بمراكش. خليكم مع الفيديو اللي كيشكر فيه عبد الإله أشرف حكيمي. شكرا حكيمي، انت الان معايا، انا معاك دو 16 عام، ومن اي كانت عندي 16 17 عام وانا مع حكيمي. شكرا لحكيمي وشكرا له من هذا المنبر. عبد الاله راه ولد الشعب، وعبد الاله راه بحالك تيحب الوطن وتيحب الملك. تضامن حقيقي المغاربه، اللهم بارك، كل اريحيه.